رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. معاكم إسلام علي، برنامج صناعات مصرية. الأول يا جماعة، أنا أول مرة أحضر على القناة دي، وده شرف كبير ليا. يمكن البروتوكول يمنعني إن أنا أقول أسماء القنوات اللي أنا كنت فيها، بس عموما أكيد أنتوا متابعينا في الصناعة كتير الأول يا جماعة نتكلم عموما في الصناعة. يعني إيه كلمة صناعة؟ كلمة كده وخلاص بتتقال، مثلا كلمة صناعة تتعمل أي منتج اسمه صناعة؟ لا، مش كده. الصناعة دي أساس نهوض أي دولة في العالم، هي الصناعة. فين بقى؟ النهاردة سيادتك، حتى لا الصورة لا تبان سوداء في الأول، بس للأسف الموضوع ده مضايقني جدا كشخصي. أثناء زياراتي في أحد المصانع، فوجئت في منطقة منية محل الدمنة موقف زعلني جدا. المصانع يا جماعة اللي هناك، الإشراف عليها فين؟ المصنع النهارده هناك بيقول انا مش مصنع، هو مش عارف اصلا هو مصنع او مش مصنع، هو مش عارف. انت يا استاذ، انت حضرتك بتعمل منتج، حضرتك كده انت مصنع؟ لا، مش مصنع، ده انا بعبي حبه حاجات. يا جماعه، دي كارثه. مش موضوع، مش في حبه حاجات تعبيهم واسمك مصنع. ويعني النهارده بدون اي اجراءات احترازيه وبدون اي وجه حق انك تصنع كده منك لنفسك. سياده رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا بناء عدد كافي وطرح من الوحدات الصناعيه في جميع محافظات مصر، وسهوله الاجراءات، سهوله التراخيص. الكلام ده كله يا جماعه عندنا. بستغرب، باجي ابص افوجئ، استغرب. انت ليه ما بتخشش منطقه صناعيه؟ ليه انت مش معانا في منطقه صناعيه النهارده؟ مثلا بنشوف مجهوداتك وبنشوف تصديرك ونشوف. لا، انا بعبي حبه حاجات. تمام. الاجراءات الاحترازيه يا جماعه، احنا في كارثه. واللي ما يعرفش احنا فين دلوقتي، احنا في كارثه. في كورونا يا جماعه، في ناس بتموت، فين الاجراءات الاحترازيه اللي انتوا بتتعاملوا بيها؟ ده حاجه اسمها تصنيع. نرجع بقى لموضوعنا اصلا. منية محل الدمنه، منصوره، مركز المنصوره، اسف. فمركز المنصوره دي يا فندم، كان ايه بقى الدنيا فيها؟ ليها منية محل الدمنه، كل 2 متر مصنع، كل 2 متر مصنع. ازاي بدون اي وجه حق وبدون اي اشتراطات سلامه ولا جوده ولا اي معايير؟ ازاي؟ في اخطاء لابد التطور منها. ازاي النهارده حضرتك الصحه بتسجل 351 اصابه بفيروس كورونا، 13 وفاه، وخروج 100 متعافى؟ يا جماعه، عايزين نوصل لنفس الموضوع قبل كده. الايام اللي فاتت بتلقائيه شديده اهو، الايام اللي فاتت الناس كلها اشتكت الحظر والفلوس ومعناش ناكل ومعناش نشرب. يا جماعه، ده وضع البلد، ده وضع البلد. دي حاجه مش بلد بس، مش دوله لوحدها بس، مش اللي هي يقصد بها مصر، لا 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 لا، والعالم كله يشتكي من هذا الظاهره. دي حاجه يا جماعه مش بايدينا، ان احنا نعملها. تمام. المصانع بقى اللي هي ما يتقالش عليها اي اسم الا مصانع بير السلم، اللي هي فين؟ منية محل الدمنه، معروفه يا جماعه. عندك سياده محافظ الدقهليه الاسبق حسام الدين امام طلع قرار بايقاف احد المصانع العصير بمنية محل الدمنه مركز المنصوره، نظرا هو مثلا قام الصبح يا جماعه، قام من بيته كده، مع احترامي لسياده المحافظ، قام من بيته كده قال لا، ده المصانع دي لازم تتقفل ولازم تتقفل، الناس دي لازم تقعد في بيوتها؟ لا لا لا، ما اكيد ليه نظره في كده.
للنقص الشديد في الاشتراطات ووجود خطر داهم بالمصانع دي، فتوقفت. وجاء قرار المحافظ بناء على ايه؟ على تقرير مديريه الصحه يا جماعه، والذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحه، وافاده بتشكيل فريق برئاسه وكيل المديريه ومدير عام الطب الوقي ومديريه اداره المراقبه بديوان المديريه للمرور على مصانع العصائر بالناحيه المذكوره اللي هي يا جماعه فين؟ منية محل الدمنه. فالموضوع النهارده عامل لنا مشكله، يعني في مشكله اهو، مش بسهوله بقى. وكلف المحافظه الدقهليه اداره الامن الصناعي ومديريه القوه العامله بالوحده المحليه بمنية محل الدمنه لتشديد ضروره الاستمرار الحملات. يا جماعه مجلس المدينه بتاع محل الدمنه ان شاء الله هيكون معانا، يعني في الحلقه الجايه ان شاء الله هيكون انت لازم أن يكون لحضرتك ليك رد معانا. هننتظر من سيادتك الرد. ازاي الناس دي شغاله؟ ازاي الناس دي؟ احنا ما بنقولش على فكره، ما ينفعش سياده الرئيس يتكلم بنقطه معينه للصناعه لنهوض اي دوله في العالم. الف ب الصناعه، الف ب الصناعه، ما ينفعش احنا نقفلهم بس نعلمهم ازاي يقننوا اوضاعهم. ناس بسيطه خالص يا جماعه، الناس دي ناس بسيطه. ليه بقى؟ ايه اللي عرفني ان هم يعني ناس بسيطه؟ ان هم اصلا مش عارفين هم مصنعين او مش مصنعين. فدي كارثه اكبر، بس بيدلل لك ده دليل ان هم بسطاء. هم بيصنعوا عايزين يكسبوا. الدوله فين واشتراطات السلامه فين لا لا لا، كبر. مش هينفع يا جماعه، احنا بنتكلم بكل وضوح. ما ينفعش اللي بيحصل ده في منية محل الدمنه. مصانع السناكس اللي هناك، اللي مثلا في اكتر من 33 مصنع سناكس في منية محل الدمنه. هل انتم مرخصين؟ هل انتم مقننين؟ مفيش. يا مولاي كما خلقتني، بالظبط كده. فغلط يا جماعه، غلط يا جماعه. فالموضوع مش موضوع يلا حبة كاراتيه يلا وبيعوا. ما هو المنتج ده اللي هو ايه؟ المنتج ده في النهايه اللي هو ايه؟ المنتج ده اللي بيخش بيتي وبيتكم وبيت يعني اولادنا كلها بياخدوه يعني. فالمفروض المتابعه وتشديد العقوبه لمن يلتزم بالاجراءات الاحترازيه، دي رقم واحد. بالتراخيص، ويبقى تحت ظل الدوله. يبقى الدوله ايه؟ عارفه ده يعني ده بيتصنع ازاي وده بيروح فين، عشان ما يجي مشكله ما ندورش، ما نفضلش ندور بقى هنا وهنا شويه. ما الموضوع مش هنفضل ندور على مين اللي جاب لابني مثلا لا قدر الله سرطان، فشل كلوي. لا 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 لا، عصير وسناكس ومخلل. لا 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 يا جماعه، بجد انا زعلان جدا. انا مش عايز الصوره كلها تكون باينه قدام سيادتكم، يعني اللي هي تكون سوداء. بس بصراحه الموضوع ده مزعلني جدا كشخصي. خش المصنع يلا تعالي معلش نأسف، خش يا حاج ام احمد معلش حط لنا حبه عصير يلا في علبه وقفلي ويلا يلا ده منتج طالع السوق. لا 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 لا، مفيش يا جماعه الكلام ده. رئيس مجلس مدينه محل الدمنه، يا ريت يا فندم تكون حضرتك الارقام التواصل معانا على الشاشه يا فندم، ويا ريت تتواصل معانا دلوقتي لو انت حضرتك شايفنا وسامعنا احنا بنقول ايه. لازم تقول لنا ايه رايك. ممكن تكون حاجه مثلا خافيه عننا جميعا وحضرتك ليك راي تاني فيها، فاكيد هنسمع رايك. لو حضرتك يعني مفيش اتصال، ان شاء الله الحلقه الجايه هنكون عارضين رايك يا فندم على الهواء مباشر معانا. فيا جماعه بجد الاهتمام بمركز محل الدمنه ومنية محل الدمنه يا فندم، ده اللي انا طالبه من سيادتك. ما هي حضرتك سياده الرئيس مش هيسيب الاشغال العامه والكبيره في البلد كلها ونيجي ندور بقى ده مصنع فلانه بتاع ام احمد. ما هو برضه معلش مين يعني؟ ما انا معلش برضه مش هنزل اتابع انا بنفسي مثلا انا كاعلامي
مش هنزل النهارده الف على المصانع، لا معايا فريق اعداد، معايا ناس مساعدين، معايا رئيس تحرير، معايا مخرج، معايا معد، معايا فريق كامل بنمشي بيه. مش هنفضل بقى سيادتك بقى ايه، سياده الرئيس هينزل يتابع ام احمد بتصنع ايه؟ لا عيب يا جماعه، عيب يا جماعه. كل واحد طبعا مش عيب اللي يبقى عندنا خطأ، مش عيب اللي يبقى عندنا خطأ، بس عايزين نطور في المنظومه العامه للدوله دي، عايزين نطور في المنظومه العامه في الدوله. التنميه الصناعيه طرحت الوحدات العديده والاراضي الصناعيه، ودليل ممارسه النشاط الصناعي وسهوله الاجراءات والشباك الواحد وشغلك في قريتك، المبادره اللي عملها سياده الرئيس. ايش الصناعه كلها يا جماعه تبقى في الاخر كده؟ لا بجد انا يعني دي حاجه مزعلاني جدا. يعني اول ما طلعت طبعا معلش انا اسف، حتى يعني ما رحبتش وكده، انا يعني دماغي بجد اصطدمت. انا لما انزل اشوف ده على عيني على ارض الواقع، ازاي اللي ما فيش ولا سيفتي ولا اي معايير للجوده. وهناك احنا مصنع تحت بير السلم، سيادتك انت مرخص؟ استاذ احمد انت مدير مثلا شركه كذا، انت حضرتك مرخص؟ لا حضرتك انا بصنع كده. عشان انا بص بصراحه مصنع تحت بير السلم ده انت بتعترف؟ دي الكارثه الاكبر انك تعترف ان انت مصنع تحت بير السلم. ايه الاعتراف ده؟ ايه الاعترافات بتاعتكم دي؟ ايه السهوله في الكلام والنطق؟ احنا مصنع تحت بير السلم. مش ده اولادنا يا جماعه اللي بياكلوا منها ولا ما يعني مش احنا اللي بناكل منها احنا الحاجات دي؟ ازاي؟ دي حاجه. الاجراءات الاحترازيه، ودايما كل حلقه نتكلم فيها نتكلم على الاجراءات الاحترازيه. يا جماعه الكمام مش شرط انا بقى اعلامي، لا انا ملبس، لا انا لابس كمامه، وانت كون واثق برضو اللي انت لازم تلبس كمامه وانت في الميكروباص، وانت لو في التوك توك، لسه موضوع التوك توك لسه هيجي دلوقتي. لو في التوك توك البس كمامه، لو انت قاعد في بيتك البس كمامه، ايه المشكله؟ لو مش عشان خاطر نفسك وصحتك انت، عشان خاطر يعني بلدنا اللي هتضيع مننا. ربنا عداها معانا من الاول برضو، طلعنا باقل الخسائر، مش عايزين نخش الخسائر دي تاني يا جماعه. البسوا الكمامات. المطاعم النهارده تلاقي عليها ازدحام شديد، المطاعم السوريه ربنا يعينكم، ربنا يرزقكم. احنا عايزين العجله تدور، مش عايزين اي حد يقف مكانه، عايزين الاستثمار ده. ما هو الاستثمار اساس، مش يلا اقفل وخلاص يلا، لا، لتقنين اوضاعهم، المراقبه لتقنين اوضاع الناس دي. بس الناس دي ما تقفلش. ليه بقى؟ عشان كل مطعم مشغل مثلا 20 واحد، كل مطعم مشغل 20 واحد، تمام؟ ال 20 عامل دول لهم اسر، فالاسر دي هتاكل منين؟ لو اتقفل مثلا اي مثلا مطعم، مصنع، تقنين احوالهم واوضاعهم اللي هم فيها دي، التسيب اللي هم فيه ده ما ينفعش. يقول لك انا عامل مطعم وتلاقي فيه 300 400 واحد واقف يشتري من بره، ده ما ينفعش. ايه الاجراءات الاحترازيه اللي حضرتك بتقدمها النهارده ليها؟ اللي انا ابقى واقف اجي اشتري منك وانا واقف قاعد مطمن على صحتي، اللي انا معايا كمامه وكل اللي واقفين معاهم كمامات. انت بتقدم المنتج اللي انت بتطلعه حتى بكمامه، اما ما فيش النهارده. سياده الرئيس يناشد ويقول، وزاره الصحه وتناشد وتقول، مفيش فايده. لا حياته لمن تنادي يا جماعه. تمام، كل واحد مش حر. احنا كنا فاهمينها الاول ان كل واحد حر في صحته. لا 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 لا، استحاله يا جماعه، مفيش حاجه اسمها حر. دي دوله، دي دوله يا جماعه، مش اي حد يلا كده وخلاص. لا 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 لا، انا اعترض. ايه اللي هم يعني ايه التعامل ده؟ نرجع تاني بقى، يعني
معلش انا اسف، الصوره كلها مش عايزينها تبقى سوداء، بس غصب عني والله، يعني ده الطبيعي اللي بنلاقيه. التوك توك يا جماعه، وده سبب من اسباب تاخري على فكره النهارده هنا. التوك توك على الطريق وانا جاي لسه بتحرك، اجي ابص الاقي توك توكين واقفين قصاد بعض، وانت كذا وانت كذا، وشتايم وقله ادب ومسخره. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه التوك توك الفوضى اللي هو فيها دي؟ ايه الفوضى دي؟ التوك توك فاتح بيوت ناس، فاتح بيوت اسر، بياكل ناس كتير، انا معاك على دماغي. اما بقى النظام بقى اللي هو العادي بقى اللي هو قله الادب والمسخره اللي بتحصل اللي احنا بنشوفها على ارض الواقع، لا ما ينفعش. ولو في تنازلات من الدوله ان التوك توك ده يبقى موجود في حياتنا، ده مش معناته اللي احنا بقى خلاص اللي قادر على حاجه يعملها. لا لا لا، ان ما يمنعش ان نروح القانون وجد التوك توك في حياتنا ان ده بقى اجباري علينا. لا 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 ابدا. تكون محترم، تكون سايق توك توك تكون محترم. ايوه يا استاذ، واللي مش عاجبه ينزل والحاجات دي، لا لا لا، لازم أن يكونوا واخدين. انا بناشد المسؤولين طبعا في الموضوع ده يا جماعه. ال ال يعني الاستجابه يعني للمواطنين في ايه؟ التوك توك لو اتمنع هيبقى فيها مشكله في اكل عيش، فده الدوله اللي بص عليه. اكل عيش الناس دي هتروح فين؟ هو ده برضو باب رزقهم. بس في اولاد، في شباب صغير، في 10 سنين و12 سنه. معانا مداخله استاذ اسامه منوفيه. ايوه ان شاء الله. ايوه يا فندم، اتفضل يا ريس. الو السلام عليكم. اتفضل يا فندم. وعليكم السلام. بالنسبه النهارده نعم سامع سيادتك. ماشي يا باشا. بالنسبه للتوك توك اللي حضرتك اتكلمت عليه كده، التوك توك تمام يا فندم، سامعك. توك توك الو. اكتر من الناس النهارده. الو. ايوه يا فندم سامعك، اتفضل. الو. ايوه يا فندم اتفضل. سامعك يا باشا. خلاص الاتصال واضح اللي هو اتقطع يا جماعه، نكمل. فالتوك توك يا جماعه مش موضوع قطع ارزاق، لا والله، موضوع بس الاطفال الصغيره اللي بتركب التوك توك ما ينفعش، ما ينفعش. الصوت والتسجيل بس والحاجات الكاسيت والحاجات دي، هو دي الحاجه الوحيده اللي مضايقانا. مثلا في موضوع حلو ممكن يكون فاتح بيوت ناس، شوف مثلا الاحصائيه تجيب كام توك توك، وكل توك توك ركب عليه 2 باسرهم. فالموضوع موضوع حلو، واخد برضو حيز من الموضوع اللي هو ايه، لو ان ده مش، احنا عندنا ازمه اصلا اساسي في العماله. يعني اثناء زيارتنا، تمام اثناء زيارتنا للمصانع كلها، اول مشكله بتقابل المصنع بسم الله الرحمن الرحيم العماله. نقص في العماله؟ عندي نقص في العماله. ليه نقص في العماله؟ مفيش عمال، مفيش حد راضي يشتغل. نرجع تاني نطالب سياده الرئيس بوجود عمل للشباب. يا جماعه المصانع كلها، المناطق الصناعيه كلها تبحث عن عمال. رقم التواصل مع سيادتكم ان شاء الله هيبقى في رقم تاني للتواصل يعني الشباب اللي بيقول لي انا مش لاقي شغل، اشغله وفي قريته دون اي مقابل. اللي انا مش هقول حاجه، هقول له انت عندك مصنع كذا في قريتك، مصنع كذا في قريتك، مصنع كذا في قريتك،
الثلاث مصانع دول محتاجين اصلا عماله بعدد مثلا خرافي، وناس مقننه، ناس محترمه، تامين على العمال. الموضوع مش موضوع الصناعه كده وخلاص يا جماعه. ده التوك توك بس، ده اللي طالبه من التوك توك. معانا الفاصل جاهز يا شباب؟ اتفضل. معانا اسامه من منوفيه. يا استاذ اسامه اتفضل. ايوه يا باشا، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا باشا. اتفضل يا استاذ اسامه سامعك. النهارده بالنسبه للعمل اللي حضرتك اتكلمت عليه، انا رحت كذا مره وكذا شركه في مصر. اوكي. كذا شركه في مصر، والكلام ده بيطلع على ما فيش اساس. لا يعني معنى ان انت تدفع فلوس ومواصلات وكده وتروح تلاقي مناطق زباله يحطوك فيها. اسمعني يا فندم، اسمعني يا فندم. استاذ اسامه نعم. بص، خلينا نتكلم واقعيين بقى، بعيدا عن الشاشه وبعيدا عن اي حاجه في الدنيا. اتفضل يا باشا. النهارده الشغل يا فندم، انا في زياراتي للمصانع بزور المصانع. زيارتي للمصانع دي يا فندم كل يوم، بنام بصحى مصانع. اول مشكله بتقابلني في زيارتي للمصانع يا استاذ اسامه هي العماله. معايا يا استاذ اسامه؟ معاك يا باشا، معاك. العماله يا ريس. حضرتك بتقول دلوقتي انا رحت الشركه يا باشا، معاك ان شاء الله. حضرتك قلت رحت الشركه. انا طبعا لا، انا مش هخرجك في القاهره يا فندم. ان شاء الله انا هخلي الكنترول دلوقتي يديك رقم البرايفت بتاعي، وان شاء الله تواصل معايا وانا هجيب لك بدل مصنع 5 مصانع ان شاء الله، 5 مصانع في المنوفيه من كبار المصانع. اوكي، للاغذيه دي اولا. شوف اللي حضرتك تحب تشتغل فيها يا فندم. عندي اغذيه، مصنع اغذيه، عندي مصنع ملابس، تمام، مصنع عصير، وكلها براندات يا فندم، وكلها ليك حقوقك فيها. تمام. الو استاذ اسامه، الاتصال واضح، الاتصال قطع يا جماعه. خلاص ادخل بالفيديو. فاصل فاصل يا جماعه ولا ايه؟ ماشي، فاصل يا جماعه. ورجعنا لكم من تاني. بصوا يا جماعه، الموضوع كله احنا يعني بنعمل ايه؟ والاعلام ايه؟ ايه دوره؟ الاعلام دوره توعوي. مش هنروح نحبس حد، ما بنروحش مثلا اقفل المصنع ده، مش كده. مش ده الاعلام. الاعلام بيوعي الناس، بيفهم الناس ازاي تخافوا على نفسكم. بس هو ده دور الاعلام. النهارده يا جماعه، حتى لا نرى صوره سوداء قدامكم. النهارده يا جماعه رئيس الوزراء ووزير الصناعه والتنميه الصناعيه بطرح عدد كبير من الصناعات في المناطق الصناعيه. جميع الصناعات، سهوله الاجراءات دي رقم 1، تامين على العماله دي رقم 2. انت ارض صناعيه، انت تحت ظل الدوله، ولا في تصيد اخطاء ولا في اي حاجه. النهارده مصنع النهارده ممكن اقل كلمه عند المصنع النهارده ده في تصيد اخطاء، ده بتاع الصحه بيخش يعمل لي واحد، يعني ما فيش الكلام ده. ما هم مش شغالين في حته تانية. هي الدوله ماشيه كده، ما ينفعش تقول لي تمشي كده. هقول لك ازاي؟ مفيش. وزاره الصناعه بصراحه يا جماعه عملت مجهودات يعني مبذوله نحو الصناعه المصريه لارتقائها واطلاعها لاعلى المستويات الصناعه في العالم. قبل ما نتطرق للقروض ونتطرق للحاجات الجميله جدا اللي هم عاملينها وزاره الصناعه النهارده، عملوا حاجه تانية اجمل. طرح عدد من المصانع في جميع المحافظات وبأقل الأسعار. عايز تصنع؟ صنع، مفيش أدنى مشكلة. روح قدم على مصنع، التراخيص بيجي لك، كل حاجة بيجي لك.
قاعد يا جماعه. انت مش عايز تحس بالاحساس ده اللي انت قاعد في مكانك وكل حاجه بتتعمل لك، كل حاجه اتعمل لك بدون تصيد اخطاء وبدون بقى ده انا اديت لفلان 50 جنيه ماشي. لا لا لا، مفيش الكلام ده. مفيش اللي انتوا بتحلموا فيه ده كان زمان. احنا بقالنا من وجهه نظري الشخصيه بقالنا 6 سنين، 6 سنين البلد ماشيه باتجاه الصناعه، ماشيه كده. طبعا زي ما انتوا عارفين ان في ناس ما بتحبش تمشي كده، تحب تشتغل في الخفاء. طب ما النور اهو يا جماعه، ما النور قدامكم اهو، مش شغلوا في النور. لا احنا عايزين خفاء وندفع ضرايب. ما هو الضرايب كل حاجه من دي للدوله وقصادها خدمات. هو ينفع تشتغل كده وخلاص؟ انت تبيع منتج، ما تعمل المنتج. لو انت بقى مش عايز ترخص ومش عايز تعمل اي حاجه ومش عايز تقنن من اوضاعك، اعمل المنتج يا حبيب قلبي في بيتك وادهونا اشربه ببلاش. ايه رايك؟ ما انت بتدوني بفلوس. هل المنتج اللي انت بتدهوني ده يعني مش هتكسب منه؟ والدراسه بتاعت الجدول اللي انت بتبقى عاملها للمصنع مثلا ما بتكسبش منه؟ تكسب منه، تكسب منه. امال ايه؟ الحق الدوله موجوده يعني. ليها علينا حق يا جماعه، لينا عليها حق. المفروض دلوقتي الدوله بتساعدك بسهوله التراخيص، الشباك الواحد ده رقم واحد. بدل ما تروح هنا وتروح هنا والاستماره قبل 2011 وقبل 2000 يعني 2009 و2010 انا قررت ان انا كنت بفتح مصنع. بجد بجد في 2010 كنت بعمل دراسه جدول معروفه. الموضوع ببداه مشروع وكده لازم اعمل له دراسه جدول، مش هدخل كده. بصراحه عملت له دراسه جدول كله تمام 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 تمام. جيت ارخص لقيت الموضوع متعقد جدا. الكلام ده يا جماعه كان في 2010. لقينا الموضوع متعقد جدا. في يا جماعه الموضوع متعقد ليه؟ هو كده البروتوكول المصري بقى ما اقولكش. في 2009 و2010 دول شفنا فيهم بجد الشعب زهق. بالبلدي خالص اهو، بالبلدي خالص. ليه؟ عشان تروح تطلع ورقه النهارده لازم تلف على 300 عامل، 300 موظف، 300 موظف، كل موظف فيهم ليه طلب. لا دلوقتي بقى سياده الرئيس بكل المجهودات المبذوله طبعا بنشكره، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بصراحه عمل لنا حاجه جميله جدا، الشباك الواحد. تقول بتتكلم ليه في الشباك الواحد وعمال تتكلم فيه كتير ليه؟ ما انت في ايدك بقى خلاص، يعني حاجه عملها ونجحت سياده الرئيس. لا 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 مش كده. قد ايه هي سهلت لنا الموضوع. ما هو مش موضوع كده وخلاص الشباك الواحد كده خلاص، لا 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 ما عدتش كده علينا برضو. قد ايه سهلت لنا الموضوع بقى ماشي ازاي معانا. ده الشباك الواحد. نرجع تاني، ده في التراخيص يا فندم ده كله تمام كده. التراخيص تمام. التأمينات، الشباك الواحد في التأمينات. اصبح اللي انت بتعمل كل حاجة بمجرد كل البنود بتعملها في بند واحد. ملخص الكلام الشباك الواحد. انت فين بقى كمصنع اللي انت عايز يعني حضرتك تشتغل وتكسب بالخفاء كده؟ مفيش حد هم يشاركونا؟ لا 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 مش كده. هيشاركونا ده لما تكون انت عامل حاجه جوه البيت عندك، عاملها مثلا قاعد على الانتريه مثلا بتاعك وكون بتاكلها، عامل كيكه دي تاكلها انت بقى لوحدك. اما بل ما في حاجه اسمها منتج وبينزل السوق، انا باكله، ده بياكله، اولادنا بياكلوه، اولادكم بياكلوه، ما ينفعش.
يا جماعه النهارده انا سالت، يعني انا لما دخلت مصنع وجيت اساله سؤال، قلت له بس انا عايز سؤال بما يرضي الله. ايه هو السؤال بما يرضي الله؟ قلت له لو اولادك اللي واقفين معاك دول جم يقربوا جوه يعني جنب المنتج اللي حضرتك بتصنعه اللي هو الشوكولاته كريمه دي، حضرتك انت خلي اولادك ياكلوه؟ فرد عليا رد عادي خالص، قال لك ولادي ما بياكلوش حاجه من بره. طب لو فرضنا ان ولادك كلهم هتسيبهم ياكلوا؟ بكل وضوح كده رد عليا قال لي لا. طب ازاي يعني منتج سيادتك تنزله السوق وانت مش يعني ضميرك صاحي من ناحيه اولادك بس؟ هم اولادك بس اللي في الحياه، مش اولادك بس. كل طفل يجي له اي حاجه، اي مرض، حتى لو مثلا ميكروبات في المعده بسبب المنتج اللي سيادتك بتعمله، ربنا يحاسبك عليه يوم القيامه. والدوله مش هتسكت، الدوله بتطلع قدام. اللي هيرجعنا ورا الدوله هتقف له، هتقول له اقف، لا انت مش مكانك بقى، مش هنا. ما هي الدوله عارفه التصنيع ده فين، وبتاخد روح القانون بتديه مره واثنين وثلاثه، بس عند حد معين والدوله تقول لك بس اقف. انت رايح فين بينا؟ انت مصنع بتديك مهله، عايز تقنن اوضاعك بتديك مهله، بتديك كل حاجه ولها وقت، في تصالحات، في حاجات. اما يا جماعه كده، اما تسيبك كده الدوله عمرها ما هتسيبك كده. ولو كنا بنتساب زمان مش هنتساب دلوقتي، عشان احنا معانا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. معناش حد، يعني معلش، معناش حد مثلا اللي هو يقول يلا. لا بجد سياده الرئيس مجهود. انا بجد انا بحط نفسي لو 1%، باجي ابص الاقي نفسي اسكت. ازاي الراجل، يعني حد زي فخامه الرئيس بيدور على كل كبيره وصغيره في الدوله ان يظبطها، وانت سيادتك قاعد بقى وخلاص، يلا عبي بسرعه، يلا نزل منتج الشارع. مش موضوع كده يا جماعه، لا عشان خاطر يا جماعه مش عايزين نتكلم في الموضوع ده تاني. الاجراءات الاحترازيه ده لنفسكم مش لينا. كل واحد بيحافظ على نفسه والبلده. بلدنا الجميله دي يا جماعه، بلدنا الجميله دي شايفينها ازاي النهارده؟ في غلاء في كل حاجه، في كل حاجه، بس انتوا شايفينها ازاي؟ شايفينها زي ما كنا في 2010 و2009 و2008 الواحد ينام ويقوم مع اللي هو، لا ده دلوقتي في تطورات دلوقتي صناعيه. صح يا جماعه ولا انا بتكلم مثلا جايب الحاجات دي مثلا من حد تاني؟ جايبها من ارض الواقع، ان في تطورات. كل اصحاب المصانع المقننه، حط تحت المقننه دي 3 سطور. المقننه بس دعم الدوله، دعم الصادرات، ولسه بقى احنا ما اتطرقناش بقى يعني لدعم الصادرات لسه. النهارده منتجك سيادتك بعد ما تعمله بجوده عاليه جدا، تعمل ايه بقى؟ الدوله كمان بتصدره لك وبتديك دعم الصادرات. الله، طب انتوا عايزين ايه بقى لسه؟ احتياجاتكم ايه من الدوله؟ بجد انا شايف مجهودات مبذوله من ناس ما بتنامش، ناس ما بتنامش، شايف مجهودات مبذوله بجد. بزعل. انا دوري توعوه بس على مستواي الشخصي بزعل، يعني من جواتي، يعني خلاص انا زعلان.
زعلان يكون ده في صناعات كده في مصر؟ لا لا زعلان. ده على المستوى الشخصي. على المستوى برضو اللي انا لازم يكون عندي احساس ان الصناعة اهم حاجة في الدولة، بزعل برضو. الناس ديت قاعدين وزارة الصناعة هذا التخطيط تنهض بالبلد ازاي؟ وانتوا النهارده قاعدين هتعبوا كام كيس عصير ازاي؟ وتبيعوهم ازاي من غير ما حد يشوفكم؟ ليه؟ طب ما تعمل منتج محترم، معكش سيولة في بنك، طلع لك مبلغ اللي انت عايزه. مش ده النهارده يا جماعه اللي بيحصل، ولا احنا في كوكب تاني؟ غلط يا جماعه. في بنك، اعمل منتج محترم، تصدير، يتصدر، تمام. انت عايز ايه راجل تاني؟ انت كراجل عايز ايه تاني؟ بدل ما تصنع 20 30 هتصنع 300 الف عبوه. مش موضوع مش يلا يلا واقلب، لا لا لا. ده بقى اللي مزعلني، بس ان هي في الاخر دي ايه يا جماعه اللي احنا فيها؟ مصر. ومصر الحمد لله ربنا كرمنا فيها كل حاجه، ربنا كرمنا فيها. دولة اللي احنا يعني ربنا مبارك لنا حتى في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كنا هنروح في التهلكة في ثانية. كانت دماغنا مقضيانا طبعا خلاص تمام. في 2012 13 كنترول، في 2012 ل 13، في 2012 تقريبا كانت دماغنا ريحانة في ده. ربنا كرمنا بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقف كل واحد عند حده. اقف. انت بتعمل ايه؟ هتبيع سينا؟ لا مش هتبيع سينا. كل حاجه انت ماشي غلط مش تمشي غلط. في حاجه اسمها صح. بجد قراراته كانت صارمه للارهاب. النهارده يا جماعه احنا ماشيين في الشارع النهارده مطمنين. تثبيت وحاجات كنا بنشوفها بجد. انا واحد من الناس اتثبت قبل كده انا والكرو بتاعي بحاجه اسمها سكينه او مطوه. كنا في 2000 وكام؟ كنا الاعداد اكيد معايا دلوقتي في الكنترول، اكيد هيقول لي في 2000 وكام ويقول لي الواقع كمان. كنا في 2011 تمام. في 2011 انا والكرو بتاعي كنا متواجدين يعني في بلد وكده. طلع الناس علينا وقفونا. لا حياته هتعمل ايه؟ تروح اسم النجدة بقى يفضل يوقفك ساعة والمحضر ونعمل محضر يا ريس بس. اما دلوقتي مفيش الكلام ده الحمد لله. وده طبعا من نعم ربنا علينا يعني. ان جه سيادة الرئيس وقف كل واحد عند حده. اقف. انت رايح فين؟ انت بتعمل ايه انت؟ شغلتك في الحياة ايه؟ الاعلان جاهز يا شباب؟ كنترول. فلازم كل واحد يقف عند حده. وفي التصنيع بالذات. ليه يا جماعه؟ ليه يا جماعه؟ عشان التصنيع ده تمام. فالتصنيع ده مش موضوع كده وخلاص. صنع، التزم بالمعايير، كن حد محترم قدام نفسك مش قدام حد. مش قدام كدوله بقى اللي انت تبان ان انت كده كده تبان ان انت محترم. لا صح، مش عايزك تبان قدام الدوله ان انت محترم. كن محترم قدام نفسك ولشخصك. كن محترم. انت بتصنع منتج محترم، بتصدر، اسمك فلان في النور. اعلاناتك ودنيتك وحياتك كلها بوضوح قدام الناس كلها. فاصبح بعد ما انت تقنن من الاوضاع دي وتعمل اشتراطات السلامه، هتعمل ايه تاني؟ هتقدر تقف قدام النور قدام الناس كلها. انا اهو، انا رئيس مجلس اداره مصنع كذا كذا كذا. بس يا جماعه الموضوع بسيط. ويعني يا ريت، انا بتمنى من الله ان انا ما كنتش يعني زعلت رئيس مجلس مدينه
منية محل الدمنه. بس يا ريت يا استاذ يعني لازم يا سياده الرئيس تكون معانا في الموضوع ده، رئيس مجلس محل الدمنه لازم تكون معانا في الموضوع ده لتطهير منية محل الدمنه ومحل الدمنه. لابد تكون معانا في ده وتتابع معانا خطوه بخطوه، عشان انا عمري في حياتي ما شفت عبوه عصير بربع جنيه. متابعه الاسواق، تمام؟ الاهم منها يا جماعه مش متابعه اسواق وخلاص، متابعه التصنيع. تمام؟ التصنيع يا جماعه يعني اكيد نتابع في التصنيع، ويا ريت نهتم بالنقطه دي، واكيد هيكون لينا رد ان شاء الله في الحلقه الجايه باذن الله. رئيس مجلس منية محل الدمنه هيكون معانا ان شاء الله، واشكركم على حسن المتابعه.